بص، عايز اقول لك حاجه، اقسم بالله يا بخت الاهلاويه بالكابتن محمود الخطيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الانز، ويلا بينا نبدا حلقه جديده من برنامج الخاص. بس قبل ما ابدا عايزك تسمع معايا المقدمه دي للنهايه. بص يا سيدي، عايز تكسب افريقيا؟ هات رئيس نادي بيحب النادي، هات مدير فني قوي، هات لعيبه مقدره التيشيرت اللي هي لابساه، لعيبه عندها روح وغيره عن النادي اللي هي بتلعب فيه، هات لعيبه وهات مدير فني وممكن تعمل اكتر من الاهلي بيعمله، لكن مش هتعمل زي الاهلي بيعمله. الاهلي النهارده بيكسب اغلى بطوله بعد القضيه في تاريخه، بيكسبها من الدار البيضاء في كازابلانكا قدام الوداد المغربي، اصعب منافس للاهلي مع صن داونز في البطوله. الاهلي بينتصر عليه وبيتعادل معاه. الاهلي النهارده عمل ماتش للتاريخ بالنسبه لي. كل الكلام اللي ده طالع من شخص زملكاوي بيحب نادي الزمالك جدا ومش منتمي لاي حد غير الزمالك. اي نعم بحترم الاهلي، لكن اتمنى فريق احسن من اي نادي. الزمالك الفتره الاخيره بيعمل مستويات لا تطليق بنادي الزمالك، عشان انا وانت عارفين ان نادي الزمالك ملوش حق انه يبقى وسط الانديه الكبيره بسبب الموجود في رئاسه النادي، الراجل اللي بوظ نادي الزمالك. النهارده الاهلي بيعدي بمسافه كبيره عن نادي الزمالك وبيوصل للقب ال11 التاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. مبروك للاهلي وجماهيره، ويلا بقى نبدا على تحليل اللقاء. الوداد المغربي عمل كل اللي الاهلي عمله في الذهاب في اول 10 دقائق وربع ساعه، عمل نفس الضغط اللي الاهلي عمله في القاهره لكن دون احراز اهداف زي ما الاهلي عمل. الماتش حصل فيه حاجات مشابهه جدا لماتش الذهاب. الوداد ضاغط زي ما الاهلي كان ضاغط على الشناوي وقدر يخترق كذا كوره، لكن مفيش هجمه محققه على دفاع الاهلي بتقول لك ان فيها شبه ان هي تكون هدف، الا كوره العبلودي ولا اسمه ايه مش عارف، العملودي اعتقد، كوره اخترق فيها دفاعات النادي الاهلي وكان على قرب انه يسجل الهدف الاول للولاد، لكن دفاع الاهلي قدر انه يشيل الكوره في النهايه. الاهلي بعدها ما كانش قادر يقف على رجليه، زي ما يكون هم ما كانوش عارفين انه يلعب الولاد وهيبقى في استفزازات. الولاد قدر انه يطلع الاهلي في اول الشوط الاول ولحد نهايته بره الجيم. اللعيبه مشغوله بالحكم ومشغوله بصراحه. اقول لك الحقيقه، الحكم ما فيش قرار خده كان معاكس لسير اللقاء. يعني هتقول لي ازاي ما غيرش في نتيجه اللقاء؟ مفيش اخطاء صريحه، لكن حكم ضعيف، حكم لا يصلح انه يكون حكما لنهائي دوري ابطال افريقيا. الحكم كان مايل جدا لعيبه الوداد في اوائل الشوط الاول وفي نهايات الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني كان يعتبر انعدل كتير، وكان اكبر دليل ان في نهايه الشوط الاول لما لعيب الوداد نام على الكوره اداله انذار. الحكم ده لو انا قلت لك من فتره ان في علامات وشبهات ان ممكن يكون مايل شويه للوداد، وفعلا ده حصل، لكن ما حكمش حاجه غيرت من سير اللقاء. مارسيل كولر عايز اوجه له تحيه كبيره. هتقول لي ليه؟ هقول لك من بدايه الشوط الاولاني اللي في القاهره ايه اللي حصل. الوداد كان بيلعب على جبهه اليمين اللي هي الجبهه الشمال للنادي الاهلي، انه عايز يخترق ويرفع عرضيه. مارسيل كولر قفل النهارده الجبهه دي بعلي معلول وحسين الشحات، موتها. حسين الشحات ما كانش عنده القدره انه يطلع هجوميا لانه قافل اكتر مع علي معلول، لا علي معلول طلع ولا الشحات طلع. كل الزياده كانت بتحصل من نص ملعب عن طريق حمدي فتحي، السلاح الفتاك من وجهه نظر لمارسيل كولر، لانه بيزيد اكتر في منطقه 18. كهربا وبيرسي تاو في الشوط الاول مش موجودين، يعتبر 90% من ضعف الاهلي في الشوط الاول كان عن طريق كهربا وبيرسي اللي مش موجودين، لان الاهلي في اول ربع ساعه وثلث ساعه ما كانش موجود في الملعب. الاهلي كان عباره اللي هو صد نفس اللي حصل الوداد في ماتش الذهاب. وبعد اول ثلث ساعه هدي الريتم بتاع الوداد والاهلي بدا يضغط شويه ويطلع شويه بالكوره، لكن هل في هجمات خطر؟ لا. هل حقق خطوره على مرمى الوداد؟ الصراحه لا. الاهلي في الشوط الاول كان هجوميا صفر بالنسبه لي. ده اللي انا شفت، ان الاهلي ما كانش عنده استعداد انه يجازف ويدخل في الهدف بدري. ودي يعني مدرب ومدرب، انا لو مدرب اقوى سلاح فعلا واقوى مقوله بؤمن بيها ان اقوى وسيله دفاع هي الهجوم. الاهلي بصراحه ما كانش محتاج انه يهاجم لان النتيجه لسه صعده، لكن الاهلي بصراحه مارسيل كولر مشى ريتم المباراه زي ما هو عايز. قال لك حتى لو انا جه في هدف انا جون واحد يصعدني، لكن الوداد محتاج هدفين او ثلاثه. الجون اللي انا هجيبه بمثابه بر الامان، انا عايز جول. قعد طول اللقاء مارسيل كولر مستني كوره الجول، وفعلا نجح. جازف انه يخليه لحد الدقيقه 70 او الدقيقه 75 قاعد لحد الدقيقه 80 مستني كوره الهدف. كانت هتبقى ضربه قاضيه للاهلي لو كوره محمد عبد المنعم اللي جت جون دي ما كانتش جت. الاهلي كان هيجازف ويطلع بكل خطوطه في اخر 10 دقائق، ودي كانت بالنسبه لي هتبقى خطر جدا على الاهلي. الاهلي كوره هدف محمد عبد المنعم كان بص الانقاذ الاول لمارسيل كولر في اللقاء بحاله، لحد ما جت اللحظه اللي هم في الدقيقه 25 اعتقد كوره غفلت دفاع الاهلي في مصر
وفي المغرب غفلت كل الاهلاويه، والكوره كان المفروض محمد الشناوي يقطع بخطوتين ويشيل الكوره، البند صعبه على محمد الشناوي، ودي كانت غلطه كبيره بالنسبه لي، ممكن نشوفها صعبه على الشناوي، لكن الشناوي جون كبير، الكوره دي كانت بالنسبه لي ضربه قاضيه للنادي الاهلي، لان الجون اللي مارسيل كولر خايف منه جه بدري قوي في الدقيقه 25. بعد الهدف بقى لعيبه الاهلي اتوترت جدا وشغلت بالها بالحكم زي ما قلت لك، لعيبه الاهلي في الاول وفي الاخر كانت دماغهم مشغوله بالحكم. فاو امتى بقى؟ لما محمد عبد المنعم جاب الهدف، ريسيو بقى تحسب ما تحسبش بقى، حتى علي قالوا له خدتك في الكوره الاخيره ادوني نظام، مفيش مشكله، دي الدماغ الصح. المفروض افريقيا تتعلم من بره ان ازاي ما تعترضش على الحكم، سيبه اعمل اللي انت عايزه وسيبه يعمل اللي هو عايزه، لو جه خطا واثر على رتم اللقاء ما حدش هيلومك، اقسم بالله ما حد هيلومك، لكن الاعتراض حتى على الحكم مش هيفيدك، لان بيلعب تحت ضغط الجماهير، وحكام افريقيا كلهم ضعاف الشخصيه بدون استثناء. بص ركز معايا، دي اقوى حاجه ممكن اقولها لك واللي فهمتها في تاريخ تشجيع الكوره، اوعى تستفز الاهلي، عايز تكسب الاهلي اكسبه في الملعب، ما تكسبوش بره الملعب، الاهلي لو ما بيركز هيديك على دماغك، وده فعلا اللي حصل. الشوط الاول انتهى بهزيمه النادي الاهلي 1-0، في الشوط الثاني لعيبه الوداد استفزت الاهلي بطريقه لا توصف، هو من حقه انه يعمل كده لانه بيلعب على ارضه وكسبان 1-0، بيلعب على ارضه وكسبان 1-0، من حقه انه عايز يطلع الاهلي بره اللقاء. فاكر ماتش الاهلي والرجاء في السوبر لما لعيب الرجاء اعتقد بن حليم بص على الشاشه وعمل لقطه، الاهلي عاجبه وخد منه السوبر. بص هقول لك على حاجه، ركز تكسب الاهلي، سرحت وطلعت بره الملعب الاهلي هيديك على دماغك زي ما قلت لك. الشوط الثاني لعيبه الوداد بدات بالضغط على الاهلي بصراحه وجود بالنسبه لي اليو ديانج لحد نهايه الشوط ما كانش مفهوم، كهربا ما كانش موجود، كولر فهم ده بس فهم متاخر لما طلع كهربا ونزل احمد عبد القادر، ده كان من وجهه نظري من بدري، وطلوع مروان عطيه ونزول السوليه كان من بدري برضه. الراجل برضه زي ما قلت لك هو عايز بيلعب الشوط كله على غلط اللي هي الهدف ووصل لها في النهايه. متفهم طبعا زعل حسين الشحات، بس دي لقطه لو الاهلي ما اتدخلش في النقطه دي هقول لك الاهلي فعلا عكس ما بيقول انه نادي المبادئ. كوره حسين الشحات الكولر طلعه خايف عليه من انذار الثاني والطرد، اللقطه ديت الاهلي عاقب عليها حسين الشحات، لو ما عاقبش هطلع اقول لك الاهلي حاول يطلع بالكوره وجات له هجمه كويسه عن طريق احمد عبد القادر اللي مثل فيها وكان عايز يحصل على ضربه جزاء وهي مش ضربه جزاء من الاساس عشان اكون صريح معاك في الحته دي. برضه نزول شريف ادى ارجحيه للنادي الاهلي انه يلعب الكره الطوليه ورا المدافعين. لو خدت بالك بعد الهدف الاهلي ومارسيل كولر منزل محمد شريف للمطالب لان عارف ان الولاد هيندفع، محمد شريف عطل دفاعات الولاد في اكتر من كوره. اسوأ لعيبه الاهلي في الماتش ده بالنسبه لي ماتش اقل جدا من المتوقع لبيرسي تاو، اقل جدا من فتره طويله الكهرباء، اقل جدا بالنسبه لي من اليو ديانج. اللعيبه التانيه دول كانوا اقل لعيبه في الماتش ده من وجهه نظر، انت ممكن يكون لك وجهه نظر ثانيه بس ده اللي انا شايفه. لحد ما جت اللحظه الهامه، عرضيه من علي معلول غفل فيها كل اللي كان بيتفرج في التلفزيون على راس محمد عبد المنعم. البص مش عايز اقول لك انا من ساعه ما كنا بنلعب البطوله العربيه ومحمد عبد المنعم ظهر الظهور الاول قلت اقسم بالله محمد عبد المنعم لو رجع الاهلي هيبقى احسن مدافع في مصر حاليا. محمد عبد المنعم بعد اصابه الونش او مع وجود حمدي الونش من احسن المدافعين بل احسن مدافعين موجودين في مصر، عشان يدخل الاهلي ويسجل الهدف الاول ويضرب الضربه القاضيه للاعيبه الوداد. عشان كده بعدها الاهلي يعمل نفس اللي كان بيعمله الوداد ويستفز اللعيبه اكتر. حقه يا عم انا مش هديك ولا هنافق، حقه زي ما بتعمل هعمل لك ودوق زي ما انت بتعمل يا باشا. الاهلي غفلك مش عايز اقول لك بطريقه لا توصف، انه ياخد منك البطوله على ارضك علم عليك في بلدك. الاهلي بعدها جات له اكتر من فرصه انه يزود نتيجه، لكن كان في انا حسيت ان في رعونه من لعيبه الاهلي في اخر 10 دقايق، مش عارف دي كان سببها ايه، ضيعوا اكتر من كوره ان ممكن الاهلي يزود النتيجه عشان يرفع تيسيمبا. 8 دقايق اصعب 8 دقايق عدوا على الاهلاويه من اول ما البطوله بدات، ممكن الاهلي ما خافش في حياته قد مرتين. ال8 دقايق ده هم وكوره قطر الطار، الله يخرب بيتك يا جدع والله الله يخرب بيتك. كولر بقى قال لك اما اقفلها ضبه ومفتاح زي ما بيقولوا، وطلع بيرسي تاو اللي مش موجود ومختفي ونزل مكانه عمر مبيعه، والماتش بالنسبه لي كان في النقطه دي انتهى عشان ينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي على نادي الوداد في قلب ضغوطان. واعدها لك لان من اول امبارح لعيبه الوداد وجماهيره والسوشيال ميديا المغربيه كل الناس شغلت بالها ازاي تكسب الاهلي بره الملعب، ما شغلوش بالهم ان ازاي يكسبوا الاهلي جوه الملعب. الاهلي بص بصراحه عشان اقول لك الحقيقه، الاهلي لما بتحتاجه في وقت او جماهيره بتحتاجه في وقت
لازم يكسب. الاهلي بيكسب، الاهلي بيكسب مره والوداد بيكسب مره، لكن الاهلي المره دي مكسبه غير اي مكسب لانه بيكسب البطوله ال11 الاغلى. الاهلي زي ما قلت لك بعد نهايه القرن اسف. عشان بص اقول لك الصراحه، نفسي في يوم من الايام كل الظلم اللي بيحصل في مصر ده ينتهي ويجي لنادي الزمالك، وبقولها معلش في وسط الكلام عشان يبقى فيه منافسه ونشوف الاهلي والزمالك في ادوار متقدمه. وانا كراجل زملكاوي بحب الزمالك اكتر مع احترام الجمهور النادي الاهلي عن الاهلي، بس بقول لك ان شاء الله الزمالك يكون عنده رئيس نادي يقدر زعل كل الزملكاويه اللي موجودين في مصر، اللي هم بيتمنوا يشوفوا نادي الزمالك في حته ابعد بكتير من النادي الزمالك موجود فيها ديت، لان احنا ده مش مكاننا الطبيعي. لو الاهلي شايف ان ده مكانه الطبيعي فانا مش شايف ان النادي الزمالك في مكانته الطبيعي. ان شاء الله في يوم من الايام الظلم ده يروح ونادي الزمالك يرجع لمكانه متقدمه زي ما عودنا، ويكون زي ما الاهلي يعمل كده في المناصب او في المناطق اسمها ايه في التتويجات على طول ان شاء الله. النهارده انا بقالي موسم افريقي بقدم فيديوهات على اليوتيوب، لو اول مره تشوف ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اونز، اشوف حلقه جديده، سلام.